حياكم الله مشاهدينا الكرام في هذا الاستوديو التحليلي من قناة الجنوب الكبير من قلب الدوحة القطرية. نتوقف اليوم عند مشاركة منتخبنا الوطني إلى جانب إقصائه من الدور الربع النهائي، كما سنتوقف عند بعض تألق لاعبينا في هذه البطولة إلى جانب أجواء الاحتفالات بهذه البطولة التي عرفتها، بالإضافة إلى مجمل أحداثها. بداية نرحب بضيوفنا الكرام، الأستاذ عادل الخلو المعلق الرياضي والإعلامي بقناة الجزيرة. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا ومرحبا شكرا. بنا عندكم وبكم عندنا. شكرا. إلى جانب الأستاذ الإعلامي عبد الناصر البار من صحيفة الشرق القطرية. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. بالإضافة إلى حمزة حريشان عن جريدة أو قناة المرمى. أهلا وسهلا بك أستاذ. أهلا وسهلا. أهلا بكم. بداية الأستاذ عادل خلو، كيف تقيم أداء منتخبنا الوطني؟ مشاركة ربما قيل عنها الكثير والكثير، خروج من الدور الربع النهائي، تفضل. أولا بسم الله الرحمن الرحيم. مشاركة مخيبة للآمال باعتبار أن الجزائر بطل المنافسة السابق، هذا أولا، باعتبار ما تملكه تشكيلة المنتخب الجزائري على الأقل من الأسماء التي من الممكن أن تصنع الفارق، بالنظر أيضا إلى قيمة ونوعية المنافسين الذين واجههم المنتخب الجزائري سواء في دور المجموعات أو في دور النهائي. أكيد لا يمكن أن نحكم فقط على مباراة ربع نهائي أو دور المجموعات، لكن إجمالا الأداء لم يرتقي إلى ذلك المستوى أو تلك التطلعات التي تجعلنا وجعلتنا نثق بأن المنتخب الجزائري سوف يذهب بعيدا في هذه البطولة، عكس نسخة 2021. البداية كانت تصاعدية، أداء كان يتطور من مباراة إلى أخرى، كانت هناك عدة مباريات مرجعية أداها المنتخب الجزائري، كنا محصنين دفاعيا، كانت في ديناميكية، كان في مستوى متميز. مباراة مع مصر كانت هي المباراة المفتاح، بعد ذلك المغرب، قطر وتونس في النهاية. كان منتخب كتلة واحدة، كانت كل الأسماء الموجودة في تشكيلة المنتخب الجزائري تستحق أن تكون موجودة وصنعت الفارق سواء في دكة الاحتياط والأسماء الأساسية، على العكس تماما في هذه الدورة. أولا خروج مخيب للأمل. إذا ما تحدثنا عن مباراة الأمس دون أن نتحدث، لأننا تحدثنا بإسهاب عن مباراة دور المجموعات، لكن مباراة الأمس خيبت كل الأمل. عدنا إلى موضوع اللاثقة من جانب المنتخب الجزائري، بعض العناصر الذين افتقدوا الثقة، افتقدنا إلى رتم، إلى إيقاع، إلى جرأة هجومية. احترمنا المنتخب الإماراتي أكثر من اللازم، تحفظ دفاعي غير مفهوم وغير مبرر، تحفظ حتى على مستوى الأداء، أداء كلاسيكي محض، لم تكن فيه نسوج كروية التي قد تصنع الفارق أمام منتخب كان بالإمكان أن نفوز عليه في الشوط الأول، بحيث أنه 0 تسديدة على مرمى المنتخب الجزائري. لكن الجزائر أيضا في الشوط الأول افتقدت إلى الضغط العالي، وبعض التفاصيل في هذه المباراة لما نعيد السيناريو نجد بأنه في بعض التفاصيل اللي صنعت فرص للمنتخب الجزائري كانت إثر ضغط عالي من هجوم المنتخب الجزائري على دفاع المنتخب الإماراتي، ولقطة ياسين إبراهيمي مع ياسين بنزية إثر خطأ فادح في آخر دقائق أكبر دليل على ذلك. كذا مرة كان في ضغط عالي، أحيانا مش دائما كانت الكرات تشتت بطريقة عشوائية من دفاع المنتخب الإماراتي. وضف إلى ذلك أننا لم نستغل اللحظات التي كنا فيها أقوى، سواء من الناحية المعنوية من الناحية الفنية، وهذا غير مبرر، لأنه في المباريات فيها فترة صعود فيها فترة نزول. لما تدخل الشوط الثاني بعدها ب10 دقائق تسجل هدف، هذه فترة قوة المنتخب الجزائري. بعد هذه الدقائق كان يفترض أننا نعمل ضغط عالي، نزيد القوة الهجومية، نكثف من أدائنا. ترجعنا إلى الخلف، تركنا الكرة، تركنا المساحة، وتركنا المبادرة للمنتخب الإماراتي الذي كان يحتاج إلى ثقة فوجدها بسبب المنتخب الجزائري، لأنه بعد تسجيل الهدف حيكون ارتباك للمنافس، يكون في قلق، يكون في تسرع. فلو استمرينا في الضغط كان يمكن أن نسجل هدف ثاني، كان يمكن أن نضغط، عودة تماما إلى الخلف، تلقينا هدف التعادل، وبعد ذلك
يعني كل تقريبا دقائق الشوط الثاني كان الإمارات أفضل منا في وسط الميدان، وكدنا ندفع ثمنا غاليا في آخر الدقائق. شكرا لك أستاذ عادل. أستاذ عبد الناصر، عندما نرى اختيارات عبد المجيد بوقرة أو مجيد بوقرة، قيل عنها الكثير والكثير أن هذا كانت سببا في الإقصاء، هل ترى ذلك أنه كان هذه من بين الأسباب التي أدت إلى إقصاء المنتخب الوطني؟ هو لو نأتي لتقييم يعني ما قدمه المنتخب الجزائري في بطولة كأس العرب لحد الساعة، هنالك عدة أسباب، مش فقط هي الاختيارات مجيد بوقرة أو مشكلة لاعبين. لو نأتي يعني بوقرة بعد عودته لكأس أفريقيا 2021 مع مجيء الاتحادية الجزائرية الجديدة تم إقالة مجيد بوقرة، صح؟ وتم إبعاده. بعدها عودة بوقرة مرة ثانية تم اللجوء لمجيد بوقرة، بعدها قال لك لن نشارك في الشان، بعدها راحوا شاركوا في الشان تم إقصائهم من الربع النهائي، بعدها المشاركة يعني فيه تخبطات كانت قبل البطولة أصلا. هذا شيء أول حاجة. ثاني شيء شاهدنا أن المنتخب حضر بتشكيلة، يعني نتكلم شهر في نوفمبر شاهدنا معسكر كان بأسماء وبلاعبين، لما جاءت القائمة شاهدنا أسماء ثانية. أنا أعطيك معلومة، مثلا ضغموم كان موجود، وكان الاستدعاء تبعه وصل إلى النادي في النادي الأهلي المصري أنه موجود رسميا مع المنتخب الجزائري في كأس العرب خلال فترة من الفترة الفلانية للفترة الفلانية. قبل بداية البطولة بأسبوع يتفاجأ أنه اسمه غير موجود، وشاهدنا التغريدة اللي كان سواها والكلام اللي كان يتكلم إلا بعد ما تدخل بعض العقلاء بعدها سحب تغريدته وسحب كلامه. يعني تشعر أنه كانت فيه مشاكل سواء على مستوى الاختيارات، سواء لأنه في حتى كلام من الاتحادية الجزائرية أنها غير راضية على قائمة بوقرة. الإعلام الجزائري يتكلم يقول أن القائمة التي استدعاها بوقرة هي قائمة أصدقائه والمناجير واللاعبين من أجل تسويق بعض اللاعبين. البعض يتكلم لماذا يتم استدعاء سليماني في الوقت الذي كان من المفروض أنه ممكن يمنح الفرصة للاعب شاب يجرب في هذه البطولة يعني كانت فيه الكثير من نقول بعض السلبيات التي أثرت يعني على المنتخب الجزائري وعلى أدائه. إذا نتكلم كذلك عن الأداء، بصراحة المنتخب الجزائري لم يقنع. تعادل مع المنتخب السوداني أداء لم يكن جيد، على الرغم نعم كنا ب10 لاعبين. مع منتخب البحرين نعم فزنا بخماسية، لكن ليس ذلك هو ذاك الاختبار الحقيقي للمنتخب الجزائري. مع المنتخب العراقي فزنا 2، لكن لا تنسى أن المنتخب العراقي بعد تقريبا 5 دقائق لعب 10 لاعبين، يعني ما كانش اختبار حقيقي. اللي كان هو اختبار نوعا ما هو المنتخب الإماراتي. نحن نعرف منتخب إماراتي يعتمد على لاعبين نعم نقول مجنسين مش مجنسين، اما لاعبين مستواهم عالي جدا. نتكلم لاعبين من امريكا اللاتينيه، ارجنتينيين على برازيليين، على يعرفوا كيف يلعبوا تحت الضغط، يعرفوا كيف يلعبوا مثل هذه المباريات، وشاهدناهم بالامس. يعني على الرغم انه المنتخب الجزائري تقدم هدف ل0، لكن ما شاهدناش قلق في المنتخب الاماراتي، ما شاهدناش انهم ضيعوا كرات، كانوا يلعبوا بروح بارده، يعني ينتظروا انهم كانوا تحس انهم كانوا يشعروا انهم راح يسجلوا الهدف، وبالفعل وصلوا سجلوا الهدف واصبحوا الطرف الافضل من المنتخب الجزائري. كانوا قادرين ينهوا المباراه في 90 دقيقه. بصراحه يعني ما حدث المنتخب الجزائري مثل ما قال يعني الزميل عادل كانت خيبة أمل كبيرة. تمنينا أن المنتخب الجزائري يمشي ولو للنصف النهائي، لأنه اليوم الجماهير مش زعفانة لأنه أنت طلعت من البطولة، زعفانة على المستوى العام. لأنه مثلا أمس بصراحة يعني شيء مخيب وشيء يعني خلينا نقول يعني مش حاجة مش مليحة في حق منتخب مثل الجزائر أنه يلعب بهذيك الطريقة. يعني تتكلم عليه 120 دقيقة، يعني ما فيش انسجام، ما فيش كرة، ما فيش روح مجموعة. نعم عندنا فرديات، تكلم عليه ياسين إبراهيمي، لكن ياسين إبراهيمي بعد نتكلم 70 دقيقة 80 دقيقة اللاعب تحسه أنه مستواه انخفض، تعب، ما عندكش البديل. يعني بصراحة المنتخب الجزائري وأنا قلتها في البداية كأسماء يخلع، كفنيات موجودة، لكن كروح مجموعة كنا نحتاج إلى عمل كبير من أجل الذهاب بعيد في البطولة. شكرا أستاذ حمزة. المدرب أعلن أمس استقالته، نهاية المشوار تاعو مع المنتخب، رغم أنه لم يبقى الكثير على العقد تاعو. كذلك قدم رسالة اعتذار للجمهور الجزائري. ما تعليقك على هي الاستقالة كانت يعني متوقعة، يعني بعد الخروج يعني المخيب تاع المنتخب الجزائري اللي الجمهور الجزائري كان يتوقع يعني الأحسن والأفضل، خاصة وأنه قدمنا مباراتين مرجعيتين أمام منتخب البحرين ومنتخب العراق. اصطدمنا بمنتخب يعني نقصنا من قيمته بزاف قبل المباراة، لذلك هي استقالة كانت يعني مع نهاية العقد، ما عندها يعني حتى معنى. شوفوا تفضل. أنا عندي تعليق، وربما لأنه حتى طرح هذا السؤال، هل الصحافة التونسية بالأمس سألوني إذا كان
وقع المنتخب الجزائري في فخ المنتخب التونسي لما ربما لم يحترم المنافسين معه في المجموعة. هو العكس تماما، على مستوى ممكن على مستوى الجمهور أو تعامل وتعاطي الصحافة الجزائرية مع مباراتنا أمام الإمارات ربما كان في ثقة مبالغة، لكن على مستوى المنتخب العكس تماما. المنتخب الأمس أعطى احترام زائد للمنتخب الإماراتي، التحفظ الدفاعي، عدم يعني عدم وجود جرأة، كثافة هجومية، جرأة هجومية، حتى البدلاء، التأخر في التبديل أو البدلاء في النهاية يتساءل الجمهور لماذا مدافع بمدافع وأنت تحتاج أن تذهب إلى الهجوم، تأخر حتى على مستوى تغيير الأجنحة، رأس الحربة، عندك لاعبين بدلاء على مستوى دكة الاحتياط، تغيير حتى نظام اللعب من 4-2-3-1 كان يمكن أن يلعب 4-4-2 تستغل العمق الهجومي، خاصة ومن قلب دفاع المنتخب الإماراتي والظهير الأيمن نالا بطاقتين صفراوين مع بداية الشوط الأول. يعني قلب الدفاع كان مهدد أن يأخذ بطاقة صفراء الثانية، وبالتالي مزيد من الضغط. يعني كان ممكن يكون بولبينا مع بركان كقلبي هجوم للضغط أكثر، ودفع المنتخب الإماراتي أنه يدافع أكثر من أنه يجد مساحات في خط الهجوم. نضيف أيضا حتى لا أطيل إلى كلام الأخ والزميل عبد الناصر عن موضوع الأسماء والخيارات، أمشي مع سياق وطرحته من قبل. أنت كاتحادية ولا كمسؤولين عن كرة القدم، يعني هل لديك استراتيجية واضحة تجاه المنتخب اللي يشارك في الشان وتجاه هذا المنتخب اللي يشارك في كأس العرب؟ افتقدنا إلى نقطة جوهرية اللي كانت في 2021 وكانت بالأمس لمصلحة المنتخب الإماراتي. افتقدنا إلى الحافز الذاتي للاعبين الموجودين، إلى لاعب جائع من أجل أن يبين نفسه، إلى لاعب عنده طموح وسقف طموح أنه يذهب بعيدا. المنتخب الإماراتي عائد من إقصاء من المونديال، وبالتالي رد الاعتبار مع منتخب مجدد راه في طور أنه يثبت نفسه ويتطور. لاعبي المنتخب الجزائري الذين تألقوا في هذه البطولة نعدهم لك بالأصابع، ثم نعود لماذا تألقوا. عبادة في قلب الدفاع، بالعودة إلى أستاذ في هذه النقطة باش نكمل الفكرة بس. تفضل. عبادة في قلب الدفاع، بولبينا في الهجوم، وعندنا بركان ولو أنه بالأمس ما كانش. ليش؟ السبب ليش؟ لأنه لاعبين يطمحون يكونوا في المنتخب الأول، عندهم مستقبل الأمام. لكن دعنا نذكر بالأسماء، ما نحبش نذكر الأسماء، لكن الجناح الجناح اللي اسمه جناح اللي يدخل في الاحتياط اللي ياخذ بطاقة حمراء في ادم والناس مجالك ادم والناس، سليماني مثلا، حتى ابراهيمي، خلينا نقول دراوي الى غير ذلك. هل عندهم حافز انه يلعبوا مع المنتخب الاول؟ هل ما زال فيه امل انه يلعبوا مع المنتخب الاول؟ ما فيش. بالتالي تحتاج الى لاعب جائع في الميدان، مزيد من اللاعب. لو كان عندنا 5 يلعبون بنفس الرغبه والشده تاع عباده وبولبينا كنا نمشي بعيد. أستاذ عادل، نتكلموا معك في نقطة تألق اللاعبين. شاهدنا، تكلمت يعني كفيت ووفيت بخصوص تألق بعض اللاعبين. نتكلموا على مثلا على أشرف عبادة اللي يعني لاقى إشادة كبيرة من طرف الشعب الجزائري ومن طرف الجزائري متابعي لكرة القدم. بالمقابل اليوم بيتكوفيتش أعلن عن قائمة نهائية المشاركة في كأس أفريقيا، اسم أشرف عبادة لا يوجد. هو ممكن هل بنسبة كبيرة مثل ما تكلمنا في الكواليس مع الأخ عبد الناصر وحمزة أنه موضوع اختيار لاعبين في القائمة النهائية يجب أن يكونوا من القائمة الموسعة نعم. ربما هذا هو بنسبة كبيرة 90% هذا هو السبب الأساسي. ضف إلى ذلك ما ناش داخلين في عقل بيتكوفيتش هل هو مقتنع أو غير مقتنع، لكن اللاعب
نحكيو عن اللاعب، نحكيو عن المستقبل. كأس افريقيا ما بقى لهاش كثير. عندك بعض الاسماء اللي تنشط على مستوى المنتخب الجزائري. اشرف قدم نفسه بشكل مثالي في هذه البطوله، فاجأ الجميع، وهو واحده من الحسنات القليله للمنتخب الجزائري في بطوله كأس العرب. لاعب متميز، حكى عنه حتى المدرب مجيد بوقرة من بعض الخصائص على مستوى الديال والثنائيات، حاضر بقوة، مدافع سريع، وانت في قلب الدفاع عندك مشكلة مع ثقل محور الدفاع سواء توغاي أو ماندي من تقدم في السن غير ذلك. فالمواصفات هي مواصفات لاعب يحتاجه المنتخب الجزائري. إذا ما تكلمنا عن كأس افريقيا نقدر نقوله بأنه خيارات الناخب بيتكوفيتش حاليا محصورة في قائمة ال55، وبالتالي لم يكن موجودا في قائمة ال55. بالتالي من الناحية القانونية أشرف عبادة لن يكون حاضرا. لكن دعنا نشاهد ما سوف يحدث في كأس افريقيا وما سوف يحدث في شهر مارس تحضيرا لكأس العالم. فلو يطرح السؤال على عبادة أتريد أن تشارك في كأس افريقيا وكأس العالم، الخيار بالنسبة لي كأس العالم بطبيعة الحال، ولو أنه كأس افريقيا محطة. نتمنى أن اللاعب يزيد يجتهد، يزيد يبين نفسه أكثر فأكثر، وتمنياتنا أيضا أنه تبقى أعين المنتخب الأول مفتوحة على أشرف، لأنه أشرف أو بولبينا أو بركان من الأسماء اللي في مراكز يحتاج فيها المنتخب الجزائري لاعبين. عندنا خلل في محور الدفاع، تقدم عيسى مندي في السن والى غير ذلك، وما لقيناش البديل. اعتقد بانه اشرف عباده يقدم نفسه بشكل جيد. انا ما نقولش بانه يكون لاعب اساسي، لكن خيار حقيقي واستثمار في المستقبل انه يكون هو لاعب اساسي في هذا المركز. لذلك خلينا نشوفوا ردة الفعل ما بعد كأس افريقيا. هل سوف يستدعى الى تربصات اخرى المنتخب الاول، وبعد ذلك نقدر نلومه إذا لم يتم استدعاؤه أو يتم استدعاؤه. لن يتم استدعاؤه. ناصر شوف أنا نكون معك صريح. لما تكلم على 55 قائمة 55 لاعب، نعم قائمة موسعة، أين كان المدرب؟ لماذا لم يشاهد اللاعب؟ لماذا لم يوجد اسمه في 55 قائمة؟ هنا السؤال المطروح. السؤال يطرح نفسه. يطرح نفسه في 55 مش موجود، يعني أنت مش موجود في 55 معناتها أنت فوق 100، معناتها أنت مش موجود أصلا. هو ده السؤال المطروح. حتى اللاعبين الاستدعاء، معليش حمزة سامحني غير دقيقة. عبادة كيفاش اكتشفوا؟ سمير زاوي قال المدرب بوقرة روح شوف هذا اللاعب، روح شوفه في جمعية شلب، وفعلا جاء شافه. متى؟ جاء شافه. يعني قصدي هذه قبل ما يستدعي. حمزة دع تفضل حتى نعود المشكلة اللي عندنا هي لك. احنا عندنا المدرب للاسف ما يتابعش في الدوري الجزائري. تحب ولا تكره اليوم نقولها بكل صراحه. هو في الاول مش قال لك الاتحاد الجزائري انه من بين البنود الموجوده في العقد ان المدرب يبقى 22 يوم في الجزائر من اصل شهر. صحيح. المدرب موجود في ايطاليا ولا في سويسرا ولا يجي يحضر، في المساعدين تاعو هم اللي قدموا له القائمه للاسف الشديد، نقولها بكل صراحه. المدرب مرات وين يشارك في القائمه في ناس اخرى هي من تحضر في القائمه، لانه لاعب مثل هذا ما تقوليش انه ظهر في كاس العرب. اوكي ظهر في كاس العرب، لكن الامكانيات اللي قاعد يقدم فيها، يعني لو انت ما تكونش تعرف كره القدم وتحضر مباراه واحده وتشوفه تعرف انه هذا لاعب مميز. يعني تكون ما تعرفش كره القدم تعرف انه لاعب مميز. انا اعطيكم اكثر من ذلك. بولبينا كان في الدوري الجزائري في نادي بارادو هداف الدوري الجزائري، افضل لاعب، وما رضاوش يتصلوا عليه او يستدعوه المنتخب الجزائري الا بعد ضغط جماهيري وضغط اعلامي كبير. شوف اليوم تحب وتكره في الاتحاديه الجزائريه او عن طريق المدرب في توجهات وفي حسابات ضد لاعبين وضد انديه معينه. انا نتمنى انه يعني يبتعدوا على هذا، انه الافضل يكون في المنتخب. انا اقول لك تقول لي اليوم مش موجود في كاس افريقيا، استحاله جدا انه راح يستدعي كاس العالم. يعني انت في كاس افريقيا ما لعبش، هناخذك على كاس العالم. انا نتمنى ان المنتخب الجزائري يؤدي نتيجه ويقدم نتيجه في كاس افريقيا، لانه انا اقول لك السيناريو لا قدر الله وطلعنا في كاس افريقيا من ادوار من ادوار يعني الاولى، راح تكون في التضحيه وش هي؟ تجيب لعيبه، اللاعبين القدامى نحي، تجيب لاعب من زي ما حدث في 2010 مع رابح سعدان والجميع يتذكر. راح يضحي بجماعه على حساب جماعه ثانيه، ومش راح تكون من الدوري الجزائري، مش تكون في معلومه، راح تكون كلها
ما يجيبوها احنا نتمنى انه لما يجيبوهم من برا يكونوا في انديه النخبه، اضافه لنا، انه ما تروح تجيب لهم درجه ثانيه ودرجه ثالثه بمجرد انك تحطهم في قائمه المنتخب الجزائري. في النهايه خساره كبيره المنتخب الجزائري اذا لم يتم استدعائه. انا ممكن نرجع الى فكره الاخ عبد الناصر، ان نرجع مثلا لحقبه خليل وزيج لما كان عنده مشكل في راس الحربه. نتذكر في لاعب مهاجم اسمه بوشوك من باتنا، كان يمكن حتى في الكاب، شباب باتنا في الدرجه الثانيه، واستدعاه وراح شافه. يعني في النهايه اذا انت عندك فتره معينه وكل اجمع ان المنتخب الجزائري عنده مشكل في محور الدفاع وفي حراسه المرمى وراس حربه، على الاقل راس حربه بديل لبونجاح، يعني كان يفترض مثل ما قال عبد الناصر انه تكون في جولات للمباريات او استدعاء للمدربين للانديه الدرجه الاولى. اعطونا البروفايلات المدافعين وراس الحربه وحراس المرمى الموجوده عندك، بعد ذلك نشوف. يعني لا تنتظر انه فجاه يعني يظهر اسم اللاعب الحين في كاس العرب وبعد ذلك نجد انفسنا محاصرين بقائمه 55. انا ما نقدرش نعطيك جزما هل سوف يتم استدعاءه او لا يتم استدعاءه بعد كاس افريقيا، لكن احنا نتمنى انه اللاعب يكمل يجتهد ويفرض نفسه، لانه حتى الشارع الجزائري والجمهور الجزائري له رايه وله كلمته. فعلا. بالعوده الى اجواء البطوله، بطوله متواصله، نشهد 4 منتخبات من بينهم منتخب من شمال افريقيا و3 منتخبات من اسيا يشاركان في دوري الربع او المربع الذهبي. استاذ عبد الناصر، ما تقييمك للمنتخبات المتاهله وما هو صاحب الاجدر بهذا التتويج؟ هو إذا نتكلم على الرباعي اللي وصل لنصف النهائي، ممكن أفضل منتخب والأجهز في البطولة وقدم نفسه يعني من أول مباراة لغايته هو المنتخب الأردني صراحة. هو اللي ظهر يعني بأداء ثابت، مستوى كبير جدا، عنده لاعبين حتى اللي جالسين على الدكة شاهدنا مع المنتخب المصري لاعبين مستواهم عالي وقريبين حتى من اللاعبين الأساسيين. ممكن المنتخب الثاني اللي تشوفه ممكن ماهوش في نفس الفورمة، لكنه أنا ديما نقول هذا المنتخب بيعرف كيف يواجه المنتخبات الأخرى حتى في أسوأ أحواله، وهو المنتخب السعودي. يعني حتى لما ما يكونش في الفورمة وفي قوته يقدر يفوز لك على أي منتخب بيواجهه، لأنه يلعب بالخبرة، يلعب باسمه، يلعب تاريخه. المنتخب المغربي يبقى مرشح، احنا نعرف يعني شاهدناه في البطولة، على الرغم أنه أداء المنتخب المغربي كذا متذبذب، شاهدناه في كل مباراة يعني كيف كان يقدم، ما هوش هذاك المنتخب يعني المخيف. أو المنتخب الإماراتي بحكم مواجهة المنتخب الجزائري أمس يعني منتخب بإمكانه أنه يزعج أي منتخب بصراحة. يعني عنده لاعبين شوف على مستوى عالي، يلعب بهدوء، يلعب طريقة هجومية. ما أعرفش، أنا شايف أنه اللي يفوز من مباراة السعودية والأردن هو تقريبا اللي راح يكون بطل، لأنه هذه المنتخبين نشوف فيهم هم الأقرب للبطولة. أستاذ حمزة، من هو المنتخب يعني اللي كان محل مفاجأة في هذه البطولة حسب رأيك؟ المنتخب المفاجأة، أنا نمشي مع كلام الزميل يعني عبد الناصر. المنتخب الأردني يعني منتخب يقدم كرة جميلة، منتخب يعني يقدم يعني كرة حديثة، عنده لاعبين يعني مهاريين. يعني أنا نرشحه هو باش يفوز بهذا البطولة بنسبة كبيرة جدا، بالنظر أنه يعني المدرب السابق يعني قام بعمل كبير اللي هو عموتة، والمدرب الحالي أيضا هو مغربي السلامي، يعني يقومون بعمل جبار. أعتقد أن المنتخب الأردني راح يكون هو بطل هذه الدورة بنسبة كبيرة. عودة إليك أستاذ عادل، عندما نتكلم على جانب التنظيمي للبطولة، يعني شاهدنا المستوى اللي قدمته قطر في تنظيم كبرى البطولات، كأس العالم، كأس آسيا، كأس العرب في نسختين. يعني هذا التنظيم، مستوى تنظيم يلعب دور كبير في رفع مستوى هذه البطولة. مثلا نتكلموا على كأس العرب حاليا، يعني رفعت من المستوى تاعها. صحيح. يعني تعليقك على هذا الأمر؟ هو ليس غريبا عن قطر، وأنا قلتها في بداية الدورة أنه قطر رفعت سقف تنظيم البطولات إلى أبعد ما يمكن، حيث لا يمكن لأي دولة في العالم أن تصل إلى هذا التنظيم. كانت من الدول الكلاسيكية القوية
المعروفة أو من الدول الناشئة أو الراغبة. ليس غريبا وليس جديدا، وبدأت تاريخ التعامل مع التظاهرات الكبيرة من أسياد 2006 و2007 صح؟ بعد ذلك توالت البطولات. يكفي يوم أنه قطر نظمت بطولات كأس العالم لمختلف الرياضات الجماعية، يعني اليد، كرة القدم، السلة القادمة، أعتقد حتى كرة الطائرة، في السباحة، في الجمباز، منشآت تحتية رائعة، منشآت رياضية جاهزة، اهتمام. صارت قطر تنافس نفسها، يعني بطولة 2021 بطولة 2025 نحن نقارن على مستوى الاهتمام بالتفاصيل الصغيرة. يعني فيه الأوتوكريتيك، النقد الذاتي بين الشيء اللي قدمناه والشيء اللي ما قدمناش بشكل جيد في 2021 ثم في كأس العالم، وش هي الأمور التي يجب أن نهتم بها أكثر فأكثر في بطولة 2025. لو يقال لقطر اليوم بطولة كأس العالم 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك لأي سبب لن يتم تنظيمها، فهي جائزة أن تنظمها من اليوم أو غدا أو بعد ساعات، يعني بكل فخر. أنا في هذا البلد من 2009 شاهد على العصر، شاهد على هذا التطور، على هذه التنمية، على تشوف ملاعب بنيت في سنتين، كملعب لوسيل واحد من أجمل وأكبر الملاعب، استاد خرافي كملعب البيت. أنا صادفت أجانب، لا أتحدث عن العرب والمجاملات، صادفت في هذه البطولة في إطار التغطية أجانب يتحدثون عن قطر وعن تنظيم قطر لهذه البطولة وعن الملاعب. إسباني من مدينة بلباو يقول لي أنا زرت ملاعب في دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي وفي أوروبا في إسبانيا وفي غير إسبانيا، لا توجد ملاعب مثل هذه الملاعب، لا توجد فخامة ملاعب مثل هذه الملاعب، لا يوجد تنظيم على أعلى مستوى مثل ما هو حدث في قطر. التقيت بروسية تعشق قطر حتى أنها كتبت على جيدها قطر وعمل الحنة ومتضامنة مع منتخب فلسطين غير ذلك. التقيت مع ألماني وسألتهما السؤال في نهاية الحوار عن هل قبل ما تجوا لقطر لأي بطولة أو كسياحة كنتم تتوقعون هذا التنظيم؟ يقولون لا، نحن تفاجأنا وسوف نعود إلى غير ذلك. فما بالك نحن الذين تربطنا نفس الأواصر، نفس الروابط، العروبة، الإسلام، الاهتمام بالتفاصيل الصغيرة، يعني حتى درجة الحرارة تبع الماء اللي يستعملوه اللاعبين تهتم بها البطولة. يعني تعجز الكلمات عن التعبير يعني. فما شاء الله تنظيم رائع، وهو ما منح هذا المستوى الفني. حتى نشوفوا حتى تصريحات المدربين الأجانب على مستوى المنتخبات العربية المشاركة، يقولوا المدرب العراقي يقول استفدنا من هذه المشاركة لأنها سوف رفعت مستوانا أن نكون حاضرين جاهزين لمباريات الملحق أمام نسبة كبيرة أمام بوليفيا. فطبعا هذه الظروف التي تتوفر للمدرب أو اللاعب أكيد يكون في مستوى فني أفضل، وهذا ما شاهدناه ويلمسه الجميع. أستاذ عبد الناصر، دائما في إطار التنظيم الباهر اللي قدمته قطر، يعني هل هناك إرادة حقيقية للدول العربية ككل في تنظيم تظاهرات يعني تقتدي بقطر من مستوى التنظيم، مستوى البنية التحتية؟ هو أنك تنظم، ممكن تنظم بطولة، ممكن لكن مش تستمر. تستمر، لكن أنك توصل الليفل مثل هذا ما هوش سهل الصراحة. لأنه يعني شوف، باش توصل ليفل مثل هذا لازمك مثل ما يقول لك يعني تراكمية كبيرة. صحيح. يعني مثلا أوكي اليوم قطر تقدر تنظم أي بطولة، جاهزة لأي بطولة، لكن هذا لو تروح مثل ما قال لك عادل تشوف التاريخ، الناس هذو استفادوا من تجارب سابقة. أتكلم على آسياد 2006، بعدها أتكلم على كأس آسيا، بعدها أتكلم على كأس العالم لكرة اليد اللي كان هنا. يعني بطولات كانوا في كل بطولة يستفيدوا منها أشياء، يحاولوا يصلحوا السلبيات اللي كانت من أجل أنهم يطوروا نفسهم. شاهد اليوم مثلا أنا أقدر أقول لك ممكن بطولة كأس أفريقيا في المغرب تكون جيدة، لكن تكون جيدة بالنسبة لوين؟
بالنسبه للتنظيم الافريقي اللي موجود في القاره الافريقيه، ممكن ان شاء الله في المغرب مش راح تكون عندنا مشكله تاع مياه مش موجوده، مشكله تاع ملاعب العشب مش عارف، مشكله تاع الباصات ما فيش مواصلات مثل ما شفنا في الكاميرون وفي غينيا، يعني ممكن في هذا الاطار. لكن تشوفها مثل ما شفنا بطولة كأس افريقيا 2021 بطولة كأس العرب 2021 2025، اظن انه الامر يعني صعب جدا، لانه مثل ما قلت لك هنا اصبحوا مثل ما قال عادل يهتموا بتفاصيل صغيره، مش هي تفاصيل انه والله المنتخب هذا مقيم في الفندق الفلاني والساعه الفلانيه التدريب، اصبحوا يهتموا بحاجات يعني دقيقه جدا لا يمكن. يعني اصبحت حتى في اوروبا، شاهدنا اليورو مثلا اللي كان في 2024 ما هذا اللي كانت في المانيا، وكانت ملاعب قديمه متهريه امطار. شاهدنا امريكا اللي الناس كلها تقول امريكا، يقول لك والله امريكا هذه عالم ثاني. شاهدنا كاس العالم للانديه اللي كانت في امريكا جماعه، كانت مهزله كبيره. يعني الجو اوكي، ممكن الجو احنا ما نقدرش ندخل في حاجه طبيعيه كما يقول تاع ربي سبحانه، لكن في حاجات شاهدناها يعني في الملاعب التنظيم كان سيء جدا في امريكا. وراح اقول لك حتى كاس العالم اللي راح يكون سيء جدا، من أسوأ أنا أتوقع شخصيا أقول لك راح يكون من الأسوأ، ومش احنا اللي قلناها، يعني بشهادة حتى إعلامهم في أمريكا وفي المكسيك وفي كندا مش راح يكون يعني بالنفس اللي شاهدنا في 2022 هنا في الدوحة. بصراحة يعني أنا نتمنى أنه مثلا مثل ما قلت يعني نموذج يحتذى به عند الدول العربية. والله إحنا عندنا دولة نستفيد منها، مش عيب ابعث إطارات يتعلموا ويدربوا. يعني مثلا أنا أعطيك يعني في 2011 و12 يعني كانوا في قطريين منظمين ومسؤولين كانوا يمشوا وين يمشوا ياخذوا يعني يتمرسوا مع الناس في البطولات في الاجانب، يعني يعرفوا كيف التنظيم. مثلا اللجنه العليا للمشاريع وش كان دورها؟ كان الناس اللي تأطر عندها هذو كانوا كلهم يسافروا البطولات يتعلموا، يعني لحد الساعه بيروحوا يعني بيتعلموا من الناس. احنا للاسف ما فيش مثلا بطوله كاس العرب هذه. انا نقدر نقول لك والله لو تروح ما تشوف ولا اتحاد عربي مثلا سواء الجزائر او تونس او المغرب أو مثلا بعث اطارات شباب تعالوا روحوا تعلموا، يعني خليكم زي ما يقولوا تربص معاهم في البطوله هذه. شوف للاسف الشديد احنا على في سياق الكلام كاس العالم 2018 في روسيا، اللجنه المنظمه تاع كاس العالم 2022 كلها كانت هناك في قطر. حتى 2014 هذا في البرازيل كانوا موجودين. اولمبياد باريس أيوة. كانت حتى من قوات الامن كانوا حضروا وشاركوا في تنظيم هذه البطولات. نحكيو على خدمات، ربما دول يمكنها أن تنشئ منشآت تحتية فنادق ملاعب، لكن على مستوى الخدمات أنا أجزم بأنه ولا دولة يمكنها. الأجانب جاءوا كأس العالم تفاجأوا أنه يركب في المترو مجانا ويتحرك في الباصات مجانا، وفي حتى اللي يتحصل على تذاكر مجانا، حتى والأكل مجانا، حتى على المستوى الإعلامي يا عادل الواي فاي مجانا. الإعلام الاستوديو اللي احنا فيه موجود الحين، أعطيني الدولة توفر لك مثلا استوديو مثل هذا 2 استوديوهات وكل قناة أو مؤسسة إعلامية مواصلات الإعلاميين، أماكن وجبات يومي. بعد ذلك نحكي على تذاكر المباريات في المتناول الجماهير، الأسعار الفنادق في متناول الجماهير ما عندهاش مشكل تنقل. ضف إلى ذلك المسافات القريبة بين الملاعب. نتحدث عن كأس عالم مقبلة لما سوف تكون أسوأ نسخة، يعني سواء من حيث التوقيت، لكن أي من الجمهور مستعد أن يدفع $2000 ولا $3000 على مباراة واحدة. ضف إلى ذلك سعر التذكرة إلى أمريكا الشمالية والملاعب البعيدة عن بعضها البعض، المناخ إلى غير ذلك. ف نهاية كأس العالم 2026 تعرف تذكرة كم؟ $7000 سعر سيارة. من يقدر يجيب $7000 مشان يتفرج نهائي مباراة 90 دقيقة في الوقت لأن في الدوحة كانت الأسعار معقولة. كان يقول لك لا والله بالعكس، أسعار في الدوحة مونديال قطر كان أعلى سعرا مثلا بروسيا مقارنة بروسيا، لا لكن كانت معقولة. نتكلم على 100 115 $200 يعني معقولة. اليوم نتكلم على $7000 في النهائي، لأنه أول مرة الفيفا استعمل التسعيرة، يعني العرض والطلب. يعني كل ما يكون الطلب كبير كل ما تطلع التذكرة. تتكلم على مباريات حتى في الدور الأول مثلا مباراة الجزائر الأرجنتين، يعني إذا ما تراجعتش التذاكر، في تذاكر واصلة حتى $1500 $1400. عامل كبير يلعب فيه. أستاذ حمزة، تكلموا على الحضور الجماهيري العربي الكبير الذي عرفته البطولة، بلغ أزيد من 1,000,000 مشجع. تعليقك على هذا الأمر، ما رأيك في يعني الجمهور كان في بطولة كأس العرب كان مثالي وكان رائع. يعني الجمهور أيضا وجد كل الظروف مواتية باش يدخل ويشجع المنتخب تاع بلاده. كل الجماهير العربية حقيقة
أبدعت في بطولة كأس العرب، وكانت رائعة وشجعت خاصة الجمهور الجزائري اللي كان بقوة يعني، وصنع أجواء وصور رائعة. أستاذ عادل، فيه كلمة أخيرة ورسالة للجماهير الجزائرية خصيصا اللي تنقلت إلى قطر وشجعت المنتخب الجزائري والله أولا أنا حزين بخروج المنتخب الجزائري، وحزين أكثر لأنه ملاعب كأس العرب سوف تفتقد لهذا الجمهور الجزائري، ولو أنه هو جمهور ذواق وجمهور يحب كرة القدم، يعني بغض النظر عن المنتخب الجزائري غير موجود، فأعتقد بأن جزء كبير منه راح يواصل متابعة البطولة من الملاعب، يحب كرة القدم، يعني شغوف بكرة القدم، يحب يعمل جو. فبالأمس البطولة مش خسرت بطل منافسة ولكن فقط، ولكن خسرت جمهور رائع ومميز. حزينون خروج المنتخب الجزائري، وحزينون أنه تكون خيبة أمل الجماهير الجزائرية العريضة اللي أعطت صورة رائعة من التشجيع ومن الشغف بكرة القدم. نتمنى أنه تعود البسمة على الجماهير الجزائرية إن شاء الله قريبا، تكون حاضرة أيضا في كأس إفريقيا، وأنا عارف أنه صعوبات بالغة أنها تكون حاضرة في كأس العالم المقبلة. إن شاء الله أول شيء مشكورين على جهودهم، على تنقلاتهم، على مساندتهم للمنتخب الجزائري، وهذا مش غريب عليهم. شكرا نتمنى لهم الأفضل إن شاء الله. شكرا أستاذ عبد الناصر. نفس الشيء والله، الجماهير الجزائرية يعني صنعت جو وحاولت يعني تشجيع المنتخب من أجل أن الحفاظ على اللقب، لكن في نفس الوقت لازم هي فرصة أن نتعلم الروح الرياضية. صحيح. لازم نتعلم. اليوم خرجنا من بطولة مش نهاية العالم. صحيح. بالعكس الجماهير اللي جات هي فرصة أنهم يكتشفوا هذا البلد، الجو جميل، الشتاء، محاولة متابعة البطولة لآخر مباراة، ومثل ما قلت اللي يفوز في الأخير نقول له مبروك عليك، مثل ما فزنا به احنا 2011. أستاذ حمزة. الجمهور الجزائري طبعا هو أحسن جمهور في العالم بالنسبة لي أنا. كان رائع هنا في قطر. للأسف المنتخب يعني خرج، وهذه هي كرة القدم، يوم ليك ويوم عليك. ونشكرك أيضا على هذا الاستضافة الطيبة، ربي يحفظك وبارك الله فيك. شكرا إليك. مشاهدينا الكرام، نصل إلى نهاية عددنا هذا. نشكر ضيوفنا على هذه تلبية الدعوة، نشكر الطاقم التقني العامل معنا في هذا العدد. نلقاكم إن شاء الله في أعداد أخرى إن شاء الله. إلى اللقاء. أنا مش غريب، أنا من هنا، ودي الشباب.